ازاي بتشوف السكريبت؟ احنا دور السكريبت رايتر الحقيقي مش ان هو بيكتب، يعني هو قشطه، انا بكتب وكله حلو ومصر كلها بتكتب، بس ازاي ان انا بشوف السكريبت ده جوه دماغي كده وقدام عيني في كل البروسيس بتاعته امم طب ده هيدخل من هنا وهيعمل مش عارف ايه وهيتحرك ومش عارف ايه. ازاي ان انت وانت بتكتب اصلا بتشوف السكريبت طول الوقت، وامتى بتحكم اصلا ان اه تمام. بص، هي دي اكتر حته، يعني دي اكتر حته في الموضوع. الناس لو قاعده مع الناس اللي بتكتب مم. وهم بيشوفوا الدنيا، دي قعدة مختلين عقليا والله العظيم. دي قعدة ناس ملبوسه والله العظيم. انا مثلا كشخص مثلا، في اوقات بحب اشتغل على القهوه وانا قاعد كده مع مم. نفسي بتاع، بس في اوقات تانية مش ساعات بشتغل في البيت لما يكون الموضوع عويص قوي، لان انا بكلم نفسي. مم. انا بقعد بقى بتمشى في الاوضه ومش عارف نعمل ايه وبتاع، واقعد ازعل نفسي، دي الخر اللي انت عامله دوت مش عارف ايه وبتاع، واقعد لا لا، الموضوع بيبقى غريب. ليه؟ لان فاكر لما كنت بقول لك ان انت محتاج تلبس الشخصيات، مم. انت محتاج تلبس الموضوع، انت بتعيش في العالم ده. الكلمة دي مش هو اللي يقولها، اه عايز لا لا. كلمة تانية. يعني ايه محمد يقول لمتولي اخص عليك؟ اخص عليك ايه؟ محمد اللي قاعد بيضرب متولي المتولي بتاع يقول له اخص عليك ازاي يعني؟ يعني فاهم؟ اللي هو انت لازم تبقى عندك رؤيه بتاعت انت بتعيش في العالم ده. مم. انا مثلا حتى لو والله، حتى لو هو سكتش، حتى لو هو سكتش 3 دقايق، انا دلوقتي بعمل عالم في السكتش ده في 3 دقايق. انا لازم اعيش جواه، انا مش خارج دلوقتي، انا واحد بيتفرج على العالم ده من بره. فلازم ابقى عايش في حته اللي هو ايه، ده هيقول ايه ده، والدنيا تمشي ازاي ومش عارف ايه. فيمكن ده اهم حاجه في الموضوع، إن الناس تبقى فاكره انه الكاتب او الكتاب هو مجرد ان هو بيكتب الحوار وبيطلع مم. الدنيا خلاص. لا، هو الكاتب يعتبر اول حد قبل المخرج، تمام، اللي بيبقى شايف الموضوع فين، بيشوف الموضوع فين للاخر. هو شايف حدوته وشايف العالم بتاعه بشخصياته بتقلباتهم بكل حاجه. لان هو لو مش عنده ده، مش هيعرف يوصل ده للمخرج، اللي هو بيبقى شايف بقى عنده رؤيه اشمل واوسع بكتير شويه، تمام. ودي مش عشان حاجه، بس هو عشان بيبقى مسؤول عن منظومه كامله مم. ليها علاقه بتنفيذ العالم بتاعك ده. فممكن يبقى هو عنده اضافات وعنده خيال يخلي الموضوع احسن او يبوظ الموضوع، فاهم؟ فلو انت مش شايف الموضوع وشايفه احسن وعرفت كل تفاصيله، حتى مش هتعرف تحارب على الحاجه بتاعتك. يعني مثلا في مخرجين زي ما اقول لك بيتدخلوا، بيبوظوا شكل الحاجه خالص. مم. يعني بيبقى اللي هو انت عايز تودي حته في حاجه، وفجاه يقول لك طب ما احنا نعمل كذا ونعمل كذا ونعمل كذا فنخليها كذا، يعني انا مش عايز ده. مم. لو انت مش عارف تفاصيلك وقافش حدوتك والدنيا تمام، خلاص هو هيعمل اللي هو عايزه.